طب خلينا نتكلم بقى مع حضرتك على التجربه اللي كان لازم تبتدي بالعام الاول، اسمح لي، وبعدين ننطلق بقى نحو الخاص، وهو فكره ان حضرتك ليك اكتر من تجارب مسرحيه، من بينها التجربه المسرحيه بعنوان حاره شقرف. طيب وضح لنا بقى ايه الاسم وعنوانه ايه، والعرض المسرحي ايه اللي قدمته فيه؟ طبعا دي بالنسبه لي ثالث مسرحيه اخرجها. تمام. فحاره شقرف دي طبعا الحاره حضرتك عارفه ان هي بتبقى رمز بتمثل البلد يعني. فحاره شقرف ديت انا رايت ان هي تبقى يعني ايه عوده الى مسرح العائله. يعني اللي كانوا موجودين ما اتحركوش من الكراسي لحد ما خلصت العرض، ما حدش اتحرك. تمام. هنا اللي كان الضمير بتاع المسرحيه كان صاحب القهوه. صاحب القهوه ما طلعتوش ان هو بتاع مخدرات ولا كده، لا. صاحب القهوه كان راجل ضمير الحاره، هو اللي كان مصلح وهو اللي كان جيد جدا. ما فيش اي حاجه مبتذله ابدا، وفي يعني من خلال الكوميديا وصلت الرساله. كوميديا اجتماعيه نقدر نقول. كوميديا اجتماعيه وما فيهاش خروج عن النص ابدا. وحضرتك اللي كتبت النص؟ انا اللي كاتب النص. والاخراج طبعا لحضرتك. والاخراج تمام. ممتاز. طيب لما بنتكلم بقى على فكره انك كمان تبقى انت الكاتب والمخرج، دي مساله بتبقى بتساعدك اكتر ولا بتحجم ابداعك اكتر؟ لا بالعكس، ديت بتسهل لي. يعني مثلا تخيلي لو في مثلا مؤلف، وانا اتعاملت مع مؤلفين، مؤلف مثلا اخدت منه النص المسرحي وبعدين عدلت فيه، انا لازم اعدل، انا كمخرج لازم اعدل. فهو ممكن ما يرضاش، لكن انا لما ابقى انا اللي عامل النص وعامل وانا اللي مخرج العرض، ببقى بالنسبه لي ان انا اعدل بسرعه وانا مطمن، لان ممكن اعدل حاجه هو ما يرضاش عنها، يبقى فيه مشكله كده. ايوه بتحصل كتير دي.